Tiens, la banane algérienne va au Maroc. Ah, c'est pour ça il n'y a pas de banane en Algérie. على هذا ما كاش البنان في الجزائر. هذا اللي قال لك ياكل الغله ويسب المله. اه بون هي راهم يديو المراركه البنان تاع الجيري كلشي يمشي للمروك. سي بور سا ما كاش في الجيري. هذا اللي قال لك ياكلوا الغله ويسبوا المله. ياكلوا لنا الغله نتاعنا ويسبونا يقول لك الجزائر ما فيهاش البنان عليها راهم يسرقوا المراركه. سي بور سا. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شبيب العزيز. أحتفل اليوم بكل سنة بنفس التحية والتضحية والوفاء المتبادل. وإننا نريدها ثورة متجددة ومتواصلة يحمل مشعلها جيل عن جيل. وقد ثبت جدنا المقدس شلالة الملك محمد الخامس أكرم الله والدنا المنعم شلالة الملك حسن الثاني الذي كرس حياته لإرساء دعائم الدولة المغربية الحديثة بمؤسساتها الديمقراطية وخياراتها الاقتصادية التي نعتز بتحملها في خدمة شعبنا. شبيب العزيز، لقد حرصنا على جعل المواطن المغربي في صلب عملية التنمية والغاية الأساسية منها. وانتم فقراء. قلت لها الشعب ديالنا ما كيشكيش من الفقر. حنا الفقر مولفين وكنعيشوا معاه. هذا هو الشعب اللي كياكل الخبز واتاي هو هذا. قلت لها الشعب ديالنا ما كيشكيش من الفقر. ما عندناش الفلوس ما نعطيوكم، ولو كانوا عندنا ما غنعطيوهمكمش. بنتي والله الا عايشه باتاي والخبز، الا عايشه باتاي والخبز وبزز باش كندوز داك الدق منو حتى رمضان والله الا دوزتوها بالخبز واتاي. عندنا جوج ديال الناس في المغرب، الناس ديال الفرماج والناس ديال الخبز واتاي. تسمع هذيك الهضره ديال كبرنا غير بالخبز واتاي واحنا صحاح. لا خبز واتاي خبز واتاي خبز واتاي. اقسم بالله كاين الخطر اللي ما كنتعشروش، ما نشروش السكر ما نشربوش اتاي. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Azul, une autre vidéo pour répondre لهذوك العياشة المراركة على قضية تاع لافير تاع الدمية نتاع الملك وقضية البنان خاصة، قضية يعني سبيسيالمون لافير تاع البنان. إذا كما سمعتوا كما الآن شفتوا في الفيديو اللي قال يعني الوزير الأول الأسبق بن كيران اللي كان قبل هذا العثماني واللي من نفس الحزب الإسلامي. إذا قال لك احنا شعب نتاع الخبز وأتاي فقط، احنا قال لك موالفين الفقر. إذا هنا هذا يعني الوزير الأول السابق يعني اللي يأكد ويعلن أن الشعب المغربي عايش بلاتاي والخبز. وين راه هذا البنان ما نعرفت، ولكن قبل ما نتكلموا على قضية البنان غادي نشوفوا يعني نديروا اون فافير ان بتي تور دوريزون غير جوست خفيف على قضية نشوفوا ان ايتا دو ليو، يعني نشوفوا الحالة اللي يوجد عليها حالة المعيشة اللي يوجد عليها الشعب المغربي والشعب الجزائري. غادي نقارنوا بين البلدين. إذا المشكلة نتاع قضية البنان أو الموز انطلقت عبر يعني برنامج نتاع الشروق نيوز حصة وين استضفوا الملك المغربي ميميسيس. إذا ممكن يقول المثل الشعبي ضربني وبكى سبقني واشتكى، يعني المغاربة منذ سنين وهم يعني يديروا دي كاريكاتير ويهاجموا يعني السلطات الجزائرية، الرئيس بوتفليقة، الرئيس تبون، لي جينيرو، لي كاريكاتير ما خلاوش عمرهم واش يعني وبطلوا من هذا الشيء. لأول مرة الجزائر في حصة بالطبع كاين حوار مع الملك، ولكي باش يكون حوار خاصنا نجسدوا هذا الملك، جسدوه في دمية، وهذه الدمية عادية سي بوبي نورمال يا با. وهذاك الحصة ما يعني ما أساءوا إلى شخصية الملك ولا شيء، ما عطاكاوش يعني صوالح سياسيين، ماهوش كيما باغ اكزومبل لي غينيول اون كاريكاتور لو بيرسوناج ديروا له نيفو طويل بوم كدا هذاك ودني الى اخره. نو هذه سي اون بوبي نورمال باش بور ماتيرياليزي لو روا. اذا قال لك هذا خط احمر،
ما كاش اللي هكذا شيء قال لك ما حتى لي بوبي زعما هذا يعني ولا اكثر من الرسول وداروا له لي كاريكاتور يعني شارلو يبدو ان فرنسا في الدنمارك بارتو داروا اون كاريكاتور هذا ميم با دي كاريكاتور سي اون بوبي نورمال ان بيرسوناج ريبريزونتي بار اون بوبي يا ريان دو يعني دو مال ولا داكور دونك قال لك لا هذا خط احمر عليه رديته اي لا هذا ما كاش يريبريزونتي واحد حتى في الجزائر هذيك في المغرب دبر راسك كما قال هذا الديبيتي سعداوي هذاك انت راك يعني مالك على المغاربه ماهوش كما رئيس تاع البيرو رئيس على لي بيريفيان ماهوش علينا ولا عليك انت الى اخره فانا حر نقدر نمثلو ونديرو كاريكاتور وانت دبر راسك تقدسو هذاك سي طون افير كما قال ما قال لك بوس شكون يسال ما يسالك اخويا بوس لي يدو ولا بوس له رجليه ولا بوس له حاجه اخرى داكور حنا خليونا ترونكيل ما تهاجموناش ما نهاجموكمش ماشي اللي ضربني وبكى وسبقني واشتكى اذا القضيه كومونسات من هذه الحصه وين هذا فانتقلت الى شيء اخر إذن علاش وصلوا المغاربة لهذا الموصل لأنهم كانوا كيما داك البالون البودروش كانوا مغونفلين على بلوك خاصهم غير بيبرا يكسبلوزيو إيزون إكسبلوزي لأن في لافير تاع كركارات البوليزاريو يعني عاود رفض السلاح راه يهاجمهم راه يقصفهم داكور أو يعني لا ديسيزيون تاع ترامب سا نا ريان شونجي في القضية نتاعهم يعني قرار ترامب لم يغير شيء ils ont été frustrés داكور كانوا يظنوا باللي سايكين ماريكان غادي على غدوه كل شيء يعني القضيه يعني تفرغ كما يقولوا l'affaire sera réglée donc il n'y a rien du tout bien au contraire خايفين ان بايدن donc ils étaient Biden revient sur la décision donc ils étaient gonflés à bloc la moindre étincelle donc وهاد l'étincelle من جات مع ميسيل نتاع الشروق خبطهم بان ميسيل داكور كي a fait exploser غادي نوريه لكم ولا هذا الميسيل اللي زطاه لهم بلال نتاع الشروق داكور donc a fait exploser voilà ضرب به المغرب البنان ولا طاير في السماء هذا هو القصة نتاع كانوا يقونفليها بلوك دونك الميسيل خلط لهم كل شيء مجبور ما هذاك البنان Donc pour nous déstabiliser, ils ont essayé d'égaler toutes les armes, les caricatures, t'as les présidents, t'as les généraux, etc. J'ai vu قضية البنان les essayent de nous déstabiliser. هيهات كما قال الرومي يا عفرة هيهات pour déstabiliser l'Algérie ou les Algériens بصح كنجبروا غير البنان. داكور وغادي نحكيو هذه الحكاية تاع البنان. داكور هذا حكاية الحكاية تاع البنان الدور عليهم. إذا غادي نشوفوا هاد الحكاية تاع البنان ونشوفوا ليطا كيما قلنا نكومونسو بار ان ايطا دو ليو اسكو هاد الشعب راه ياكل البنان او ياكل حاجه اخرى وكما سمعتوا من بن كيران قال لك هذا الشعب احنا عايشين بالخبز واتاي اذا اين هو البنان اذا قبل ما نتكلموا على البنان يا البنان سي با ان اليمون دو باز خاصنا نشوفوا بعدا لي زاليمون دو باز باغ اكزومبل لو لي شوفوا هاد المراركه اللي يدعوا بالبنان اسكو راهم يشربوا لو لي سوفيزامون دونك l'Algérie premier consommateur de lait au Maghreb. Donc on voit là sur un site marocain, l'économiste.com, consommation de produits laitiers, le Maroc toujours en dessous de la norme OMS, l'Organisation mondiale de la santé. يعني المغاربة مازال ما يوصلوش حتى المينيموم consommation de lait de produits laitiers dans les 3 pays au Maghreb. Au Maroc, la consommation de produits laitiers n'a pas connu d'amélioration sensible. Les niveaux moyens de consommation, 35 kg équivalent de lait par habitant et par an, très inférieur aux normes nutritionnelles internationales qui sont de 90 kg par habitant par an. Donc, هادو مساكن راهم 3 مرات 35 kg
alors que les nutritionnistes ou l'OMS يقول لك خاصك يعني le citoyen خاصو يستهلك 90 كيلوغرام par habitant par citoyen وفي سنة يعني باش يكون يعني في les normes. donc هنا 35 كيلو ils sont très loin des normes. مازال ما شبهوش حتى الحليب اللي راهم يعايرونا به. Bon, concernant nos voisins, la consommation elle est supérieure à les Marocains. Elle est de 104 litres en 2003, même les Marocains. Pour les Algériens consomment plus de lait par rapport aux Marocains et Tunisiens. La consommation individuelle de lait et produits laitiers a enregistré une moyenne de 112 litres par an entre 2000 et 2003, figure le tableau numéro 12 qu'on voit le tableau. Donc, le minimum recommandé par l'OMS, 112 litres par habitant. chaque citoyen consomme 192. هذا اللي يقول لك الحليب ما عندهمش الحليب. هادو اللي يقول لك حنا ناكلوا البنان ما شمروش حتى الحليب اللي l'aliment de base اقل من البنان باسكو البنان c'est un dessert de كيما نقولوا de luxe. alors que هذا c'est nécessaire, c'est-à-dire c'est l'aliment de base ما وصلوش. d'accord. هذا ويأكدوها كاع لي سيت. on voit d'autres sites. Voilà, en Algérie, la consommation bondit, c'est-à-dire que la consommation par habitant passe de 90 à 170, puis revient à 115 litres. Comme on a vu tout à l'heure, 112 à peu près. L'Algérie est donc devenu en un peu de temps fort un consommateur malgré la régression conjoncturelle des dernières années. Au Maroc, la consommation totale dans le même laps de temps simplement doublé, de sorte que la consommation par habitant stagne autour de 65 litres par le simple fait de la pression démographique. إذن يعني شفنا قبيلة 35 هنا يقول 65 يعني زاد طلعوا شوية مانيش عارف كان اني. داكور. دونك ولكن مازال بعاد على 90 كيلوغرام في الليتر كيلوغرام par habitant et par an. داكور. بعاد على les normes. Donc, comme il dit, l'économiste rappelle que l'Organisation mondiale pour la santé, l'OMS, préconise de consommer 90 litres de lait et de produits par personne et par an. Or, les Marocains en consomment actuellement 72 litres par an, ce qui est loin de la limite de l'OMS. إذا نرى أن المغاربة راهم حتى الحليب اللي سي l'élément de base le moins cher ما راش واصلين يعني les normes. كيفاش هذا الشعب يكونسومي لك البنان؟ إذن وهذا ما تؤكده دراسات الفقر في المغرب. analyse des causes profondes de la pauvreté au Maroc. d'accord. كما نشوفوا هنا sur un site marocain Express, pauvreté, plus de 45 de Marocains vivent dans une situation de privation من الحرمان. يعني 45% أقرب النصف من سكان المغرب محرومين يعني في وضعية الحرمان de privation. d'accord. وما يؤكده عدة دراسات. il faudrait 154 ans قرن ونصف à une personne salariée au SMIC pour gagner ce que reçoit en un an l'un des milliardaires au Maroc. d'accord. وما تؤكدها l'indice جيني. l'indice جيني اللي يعني يدرس الفوارق بين المواطنين. d'accord. إذا هنا نشوفوا l'index de Gini du Maroc pays comparateur. l'Algérie راها هنا الأولى 27.6. l'Algérie l'indice de Gini يعني الفوارق les inégalités يعني أحسن من ألمانيا، أحسن من مصر، أحسن من فرنسا، أحسن من إنجلترا، أحسن من الأردن، أحسن من تونس، وأحسن من المغرب. ما يؤكده يعني خارطة مثلا اللي جبروها ويكيبيديا يعني الأخضر يعني الفوارق ضئيلة بين المواطنين، والأحمر يعني الاكستريم يعني أقصى حد. إذا نشوفوا خرائط، نشوفوا بالنسبة للأخضر الدول مثل السويد الألمان إلى آخره.
ثم نجيو الأصفر الجزائر خير كما شفنا أحسن من الولايات المتحدة وأحسن من عدة دول، أحسن من الصين، أحسن من روسيا. ثم نشوفوا إلى يعني الأورانج البرتقالي مثلا المغرب إلى الأحمر. D'accord, هذا le coefficient Gini est un indice, c'est une mesure de statistique permettant de rendre compte de la répartition d'une variable, ça le revenu patrimoine au sein d'une population. Autrement dit, il mesure le niveau d'inégalité de la répartition d'une variable dans la population. يعني الفوارق في شعب، هذا هو. دونك اذا الجيري خير من المروك وخير حتى من الولايات المتحده. اذا حنا نو سوم ان ميزور دو مونجي لا بانان، الوغ كو الماروك لص من الشعوب من الشعب لا ياكل البنان، عايش بالخبز وتاي. مما يؤكده يعني الترتيب او لو كلاسمون تاع الماروك. لو ماروك كلاسي اون دوسو دو لا بالستين، يعني الفلسطينيين احسن منهم من هذا. وهنا 10 ديسمبر 2019 يعني با يعني قريب عام وشي حاجه سنه. داكور، اذا هذا الشعب اللي يتباهى باكل عايش بالبنان، يعني يحكي هذا البيبيط. احنا في هذاك الواحد يكون كذاب نقولوا له احكيها ربيبيط في الديالكت بوبولار. راه ما كاينش عندنا العصابه اللي شادين البلاد ديالنا، حنا راه الملك هو اللي شاد بلادنا. اللهم لك الحمد، نحمدك يا ربي ونشكرك. شوفوا نتوما ودوك الناس مساكين اللي ما يقدروا ما ياكلوا ما والو ما كيهضروش، كتفكروا فيهم هذوك اللي ما كياكلوش، ودوك اللي ناعسين في القصديره ما عندهم لا زار لا والو. واش هذه ماشي مواطنه مغربيه؟ واش هذه ما كتقولش الله الوطن الملك؟ واش هذه ما عندهاش الجنسيه المغربيه؟ اللي ساكنين 22 سنه من سنه 1996 هما ساكنين هنا، والساده المنتخبين ولا واحد جا عندهم ولا سلطه محليه جات لعندهم. 22 سنه هما ساكنين ما كنتوش شايفينهم. اليوم ملي جينا عندكم شفتوهم. اجي نوريكم الحاله كي دايره، اجي نوريكم المغرب. اجي خويا، السلام عليكم. واخا ما غيعطيكش الضوء نحاول نعطيك الضوء بلاتي. غير واحد التوضيح، كدير ما تغوتش وكدير ما تنفعلش. تكلم اخويا. توضيح للمشاهدين والمستمعين الكرام، بعد ما صوبنا التسجيل الاولي لهذه الحاله الانسانيه، من طبيعه الحال تعرضنا لمجموعه ديال التهديدات ومجموعه ديال نقدروا نقولوا ما يمكنناش نوصفوها اكثر من انها تهديدات اللي تتحاول تعارض العالم الحر وتتحاول تعارض كل صوت حر ديال الشباب ديال مدينه فاس اللي عندهم الغيره على هذه المنطقه هذه. مغربي فين كيخبع الخبز كيقول لك ما تغوتش. اجي نخرجوا حنا للزنقه، خرج معايا غير كيبان. عندنا مواطن مغربي مازال كيخبع الخبز، كيجمعوا ديال الشهراين باش يقلب ما ياكل. عباد الله ماشي وعباد الله اش حمزه، اجي اخويا اجي انا بعد المرات صافي ما كتبقاش انك تصالح انك تهضر بواحد العقلانيه. واش مواطن مغربي مازال كيجمع الربيع باش يطيبوا ما ياكلوا؟ وعباد الله شنو هذا؟ واش لي زنديان هذا ولا شنو هو؟ شنو هاد الحاله صاحبي؟ شنو هو هذا الشيء هذا؟ شنو منطقه عيط ابراهيم لا ضو لنا لا عطيق لا رحيم. كنوجه نداء جميع الشرفاء المحسنين والمحسنات. خويا محمد ومحجوبه قال لك كبرنا في هذا الكهف مع امي، جابونا الناس جزاهم الله خيرا. حنا غنوريكم الدار فين كيسكنوا وخرجوا من هذا الكهف. قال لك اخويا بوعلام حنا بالحنوشه والعقارب، حنا اذا اي لحظه كيخرجوا عندنا العقارب وكيخرجوا عندنا هنايا الفاع والحناش. كنتمناهم جميع الشرفاء هاد شوال ها الحج ها العمره، اللي بغى يحج يجي يحفر لهم البير، اللي بغى يحج يجي يعاونهم، اللي بغى يحج يجيب لهم ما ياكلوا، اللي بغى يحج يجي يشوف عائله خويا محمد. عطي شي كلمه. السلام عليكم المحسنين والمحسنات اللي كاينين عايش قحفوره شي كلمه اختي محجوبه. انت العائله كتدمع كتقطع في القلب. شوف الوضع د ولادهم. زيد اخويا سالتكم بالله خوتي المغاربه ما تبكيش يا ولدي ما تبكيش. سي ولاد المحسنين كما كتشوف المغرب القرن 21. هذا هو المغرب القرن 21. سنمشيو. قال لك هذا مينيس
عنده 30 وقيله وما كلا ما عمر كلا بانان الا 2020 عاد بدا كياكل وقال بسم الله. دار في كومونتير قال لي عندنا كلشي. ملي عندكم كلشي علاش البنان ما تقدروش تاكلوها والحليب اللي كديروا عليها الصف؟ يلا قول لي. حنا بعدا راه ما كاينش عندنا العصابه اللي شادين البلاد ديالنا، حنا راه الملك هو اللي شاد بلادنا. اللهم لك الحمد، نحمدك يا ربي ونشكرك. شوفوا نتوما وداك الناس مساكين اللي ما يقدروا ما ياكلوا ما والو ما كيهضروش، كتفكروا فيهم هذوك اللي ما كياكلوش ودوك اللي ناعسين في القصديره ما عندهم لا دار لا والو، كتفكروا فيه. ماتوا جوج. باش ماتوا مساكن؟ ماتوا بالجوع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدي بخير. الله يبارك فيك ودي الشيخ. اش كديروا هنا دابا نتوما؟ كنقلبوا الخنشه ديال الدقيق. اش كديروا هنا دابا نتوما؟ كنقلبوا الخنشه ديال الدقيق. اش كديروا هنا دابا نتوما؟ كنقلبوا الخنشه ديال الدقيق. كتسناو خناشه الدقيق. اييه. جاي من هذا الوقت دابا 11 ديال الليل هذه. لا ما جينا ما بغيديروا الحل حنا كاع لا جينا ما نلقاو والو. ما كنديو ديك الخنيه الرجال شوفوا في العيالات كاع ما تكمل لنا 15 يوم وكنسيروا الخبز في الحانوت. دونك هي اصلا ما كافياش جيو بالليل باش تشدوها، ما عادش كتشدوها في الصباح حتى 9 الصباح. ما عادش نتوما من هنا دابا مع المغرب بلا عشاء بلا والو، كنتسناو باش نديو الخنشه ديال الدقيق باش دوز لنا 15 يوم في الشهر باش نكملوا 15 يوم في الخبز عند مول الحانوت. فهاد الخنشه ديال الدقيق كتخلصوا عليها باش تشدوها، ما كتشدوهاش فابور؟ خلصوها 100 درهم ديالها. وكنطلبهم من المسؤولين 7 9 كنبقاو حتى 7 تاع الصباح. 7 الصباح. 7 نشدو نشوفوا واش شدوا ولا ماشي كاينه والو. 7 الصباح تجيو. ولا بقيتي حتى 7 الصباح ما تشدوش ما تشدوا. راه مازال ما شتي العيال راه باقي ما جايين، راه كيكون من هنا حتى الليل. ومازال يقعدوا كاين اللي كيشد كاين المسكين كاع ما كيشد. يعني غتجي وسويرتي تشد انت وزهرك. انت وزهر ديالك. تشدوا ولا ما تشدوش؟ بينما احنا الشعب الجزائري عايش بالبنان، نوزعوه حتى في الحراك، اون لي ديستريبي ميم دون لو حراك، ونصدروه كنا نصدروه حتى للمغرب بالا كونتريبوند. بابا بابا بانانا بابا بابا بانانا Yo plano fu, la pano no tu, ma banana la camopita la mo banana baba banana potato banana to kari no potato li kani maro mani kanotita baba banana. تاكل البنان، البنان راه البنان انا في المغرب، شوف البنان انا في المغرب وليتي تاكل البنان، البنان راه الملك عطينا كل شيء، عندنا الخيرات في البلاد. ماتوا جوج. باش ماتوا مساكن؟ ماتوا بالجوع. ما تنشبعش والحمد لله، عايش مع الناس الجواد، ما خدام ما ردام، ونكذب عايش مع الناس الزوينين، ماشي عايش مع الناس المرفحين، عايش مع الناس فقراء. انا فقير وعايش مع الناس فقراء. الماكله ايضا تدق عليه راه تاكل، راه خويا يكون ما تتهضرش معاه راه تدق عليه خرج خو ولا باه راه يخرج لك ما تاكل. ما نكذبش عليك، ما تنعيطش وما نكذبش عليك، ماشي نقول لك انا باش نمشي نطلب ولا شي هذا ونمشيو، ما تنعيطش انا. انت تدفع سيفي للخدمه وتيقول لك الا بغيتي نخدمك سيكيريتي تعطيني 100,000 ريال. حنا ما عندناش اي شركه تندفع لها سيفي تيقول لا دور معايا يعطيني 100,000 ريال، يعطيني 140 يعطيني 120. ابغى نخدم سيكيريتي والو ما جابش الله والحمد لله، تنحمد الله شكر. عايش مع الناس زوينين عايش مع الناس. لا اللي تيحس بالفقير هو الفقير. بوينينا تاكا هاتيك شي حاجه باش ناكل بها. ولكن غادي كوانسيني لي معده. لا ما يكوانسيني هذا حامض.
اخويا راه نشوف لك براسك اخويا بسم الله انا هذا خذ مال ميرسي. عجبني. وانت راك تدي معاك هذا الله يسلمك. تدي معايا ما والو. ترى خلاني بلا كريم هذا. زوين حامض. دابا هاك دير. يلا حسن الفيديو. نكيو حنا المغاربه ما بقيناش ناكلو، تنشدو تنكيو تنعطيوه حنايا الكامار تنعطيوه البيرو. حنا البنان تنكيو حنا المغاربه ما بقيناش ناكلو، تنشدو تنكيو تنعطيوه حنايا الكامار تنعطيوه البيروس. حنا البنان تنكيو حنا المغاربه ما بقيناش هكا راه عندكم ب20,000 الكيلو. إذا كما نشوفوا هنا في هذا الارتيكل تاع ليبرتي لا بانان الجيريان فا au Maroc a publié par la rédaction nationale le 06/5/2003 يعني في 2003 ديجا كنا كي كانت يعني لا فرونتيير يعني ما كانتش مغلوقه بلي ترونشي اتسيتيرا. La gamme des produits destinés à la contrebande se réduit avec l'ouverture du marché, mais varie et se module en fonction de la demande. Ainsi, les matériaux de construction, les œufs, le poulet, le matériel d'irrigation, la farine de qualité supérieure et le bétail sont devenus actuellement les produits les plus prisés par les contrebandiers. D'accord, donc هذا كل شيء كنا نصدروه هذا زيادة على l'essence والمازوت etc. حتى لي ماتيريال كونستركسيون لي زو لو بولي لو ماتيريال etc. دونك هادو عاود دخلوا في لا كونترباند. اون كونتربارتي امبورتي فروديليزمون دو ماروك لي زالكول ودي كيف نوطامون. هذا ما كان اللي كنا نجيبو من المروك غير يعني الكحول والكيف خاطر لينا المروك لو كان دوموندي كيلو فارينه ما يجيبها لكش كيلو يعني الليتر يعني لتر يعني من الزيت ما يجيبولكش يعني لو كان تبوس له هزليه يجيب لك الكحول الكول يجيب لك كيف السموم بصح باش يجيب لك حاجه اللي تنفع الانسان والله ما تشوفها لو كان تبوس له كراهيه ماشي كيما حنا. D'accord. Toutefois, un nouveau produit vient de s'ajouter à cette liste, non exhaustive. Il s'agit de la banane qui est importée régulièrement par les opérateurs nationaux. Voilà en 2003. Ce fruit étant dans un passé récent introduit au produisement du Maroc et atterri sur le marché des prix exorbitants jusqu'à 319 kg, notamment sur les marchés de l'Ouest algérien. Mais voilà que maintenant, la banane dont le prix à la consommation a atteint un marnia à 70 dinars le kilo prend le chemin inverse à cause de son prix relativement bas par rapport à celui pratiqué au Maroc. Donc هذا هو l'article تاع en 2003 لا بانان كنا نوكلوكم البنان الجزائري المروكي ما يقدرش يشري البنان اللي عنده يشري البنان الجزائري باش ياكل البنان. داكور دونك بلعوا فمكم. داكور اللي يقولوا هذه 20 واحد 2020 كوماساوي وحنا التخربيق تاع المخزن. داكور اللي المخزن اللي جاب لكم يعني هذاك الحكايه هذه الكذبه وانتم تصدقوها باسكو الحاجه اللي يقولها المخزن كما القران في هذا القران يعني ما يحوش المغربي يحوس يبحث فيها ولا والو. كي يقول له المخزن كيقول له باللي الملك راه في القمر الملك راه في القمر يعاودها ولو هي كذبه. فنفس الشيء بالنسبه لهذه الاشياء البنان والحليب والفارينه لا سمول اتسيتيرا اتسيتيرا. داكور وحنا اكثر من هذا الشيء ننجو حتى البنان ينتج في الجزائر ولكن المغاربه ما يطالعوش عليه على لان خصهم يطيقوا الا ما يقولوا المخزن. قال الجزائري ما كلاوش البنان 30 ولا شي حتى وصل 30 ولا حتى 2020 مازال يطيقوها كما تشوفوها في الفيديو. داكور
مغربي مقيم في الجزائر يوجه كلمة للعبيد القردة العياشة الذين يظنون أن الجزائريين يحلمون بالموز، فسعر الموز في الجزائر 200 دينار جزائري. يا أيها القردة، فالمعيشة في الجزائر هي الأرخص في العالم، وكل شيء متوفر بالأطنان، عكس المغرب بلاد الجوع والعبودية. السلام عليكم ورحمة الله، لاباس بخير. قال لكم كان البنان يدير الصحة كاع ما ياكلوه القرودة، كون كان هو قبل الخبز. المغاربة راه الجزائر عندهم البنان وعندهم كل الخير، وعندهم المغاربة تاني. راكم رهجتوهم بالزطلة، بارك عليهم من الزطلة، وبارك ما تبقاوش تقولوا الجزائر راه بولاية وحدة قادر تمول لكم وتمول جوارينكم وجوارين جوارينكم. هذه اللي نقولها لكم، والإنسان يشهد شهادة الحق، وأنا راني عايش وسط منهم وعندي 10 سنين معاهم. ما نحتاجش الذباب الإلكتروني يجي يبدا يصدع ليا في راسي، لأن الجزائر تساوي قارة، لأنها أكبر مساحة في إفريقيا. وشكرا. كانت تجربة قديمة في الجزائر في سنوات الثمانينات، وين الناس كانوا ينتجوا الموز بطرق تقليدية في البيوت البلاستيكية. الفكرة تقريبا قديمة في راسي، يعني هي حلم عندها بزاف، ولكن التجسيد تاعها في أرض الواقع بدا سنة 2017. قررنا أننا نغرسوه مثلا هنا في منطقة بولتيكا في سيدي رشيد، هي منطقة قريبة للبحر، لأن الموز يتطلب كما قلت لك مناخ استوائي. المناخ الاستوائي احنا نخلقوه، هو كريي ان كليما تروبيكال باستعمال البيوت البلاستيكيه. بالطبع هذه الحمله ضد الجزائر ونتاع البنان كانت منظمه بالمخنس. نشوفوا هنا يعني دي بوفر مالورو جابهم عطاوهم 5 درهم وتيترا وياكلوا لا بانان ويعايروا الجزائر. بيان سور اون لو فوا هنا هذا اللي يقول dans une autre vidéo que il est pauvre ما عندوش خدمه ما يخدم ما والو، و سي لي فوازان اللي مرة يعطيوه ياكل. داكور هذا يتفاخر انه عايش بالبنان. D'accord, on le voit le pire, c'est qu'on le voit chez le coiffeur. Je vais vous montrer la vidéo, en train de manger la crème à raser. La crème à raser, où le coiffeur il est mort de rire. Il lui a trouvé une cuillère, il est en train de manger la crème à raser, وقال له حامضة. d'accord, ولا هاد لا vieille dame هاتي شي حاجه باش ناكل بها، ولكن غادي كوانسيني كلمه لا ما يكوانسيني، هذا حامض. اخويا راه نشوف لك براسك اخويا يسيل لنا. هاك اخويا الماء. ميرسي. عجبني. وانت راه غير تدي معاك هذا الله يسلمك. ما تدي معايا ما والو. ترى خلاني بلا كريم هذا. زوين حامض. دابا هاك دير. يلا حسن الفيديو. نكيو احنا المغاربه
ما بقيناش ناكلو، تنسدو تنقيو تنعطيوها حنايا الكنار، تنعطيو البيرو. حنا البنان تنقيو، حنا المغاربه ما بقيناش ناكلو، تنسدو تنقيو تنعطيوها حنايا الكنار، تنعطيو البيروس. ما نشبعش والحمد لله. عايش مع الناس الجواد، ما خدام ما ردام، ونكذب عايش مع الناس الزوينين، ماشي عايش مع الناس المرفحين، عايش مع الناس فقراء. انا فقير وعايش مع الناس فقراء. الماكله ايضا تدق عليه راه تاكل، راه يكون ما تهضرش معاه، راه تدق عليه خرج خوه ولا باه راه يخرج لك ما تاكل. ما نكذبش عليك، ما تنعيطش وما نكذبش عليك. ماشي نقول لك انا باش نمشي نطلب ولا شي هذا ونمشيو، ما تنعيطش انا. انت تدفع سيفي للخدمه، تدفع سيفي للخدمه وتيقول لك الا بغيت نخدمك سيكيريتي تعطيني 100,000 ريال. حنا ما عندناش اي شركه تندفع لها سيفي تيقول لك لا دور معايا يعطيني 100,000 ريال، يعطيني 140، يعطيني 120، ابغى نخدمها سيفي. كي مونتر في هاد لا سيكونس المونتر لا فيديو تقول السعداوي اسكو هاد المراه اسكو الكوني لا بوليتيك باش تعرف السعداوي سولوي لو بارلمونتير كون فوا هنا. هذا هو لو بارلمونتير تاع عين صفراء، لو بارلمونتير الجيريان. اسكو هادي تعرف السعداوي؟ باش تهضر في لا فيديو تقول له ها السعداوي هاك ها البنان. دونك سي هادي هو شي فيي دام، هادي واش قاريه تشوف لا تيليفزيون، تشوف اليوتيوب، تشوف لي زانفورماسيون. سي تون باينه سي اون بوبر مالور، جابوها عطاو لها هذاك الكيلو تاع البنان باش يصوروها وقالوا لها قول هاك البنان السعداوي. داكور vous allez entendre la séquence بودنيكم elle prononce le nom du parlementaire du député algérien تاع عين صفراء que même en Algérie on le connaît pas parce que ni ministre ni والي etc. و dans les vidéos اللي داير اللي هنا يحسبوه مينيستر، تقول لك المينيستر ما عمره شكل البنان depuis 20 ans jusqu'à 30 ans حاسبين un ministre هو parlementaire. Donc il y a même des gens qui sont cultivés ils le confondent avec comme ministre. alors هذه تجي تهضر على السعداوي، وين تعرف السعداوي هذه ما تعرفش لي بارلمونتير ماروكان باش تعرف لي بارلمونتير الجيريان. دونك vous voyez bien que هذه elle a été c'est une mise en scène a été orchestrée par le مخنز، هو اللي دار هذا. داكور سي لو غوفرنمون par l'intermédiaire du مخنز qui a initié يعني هاد الحمله اللي تاع البنان ضد الجزائر. هذا مجبر حتى حاجه باش هذاك يكريتيكي، وهذاك خلق لهم هذه نتاع المشكله هذه نتاع البنان. السعداوي بوينينا تاكا، السعداوي بوينينا تاكا. Et donc pour conclure la vidéo باش نكملوا يعني الفيديو الخلاصه تاع الفيديو، هذا المقال او هذا الارتيكل نتاع الشروق، والشروق بار لوكال لو ميديا بار لوكال هذا ليبيزود تاع هذا الدميه خرج للوجود. داكور هذا الشروق لو سيت تاعهم يكتب الجزائر في نشوفوا لا دات هنا لو 11 ابريل 2020 هذه قريب سنه فقط. هذه جواب للمراركه اللي يقولوا الجزائريين فيهم الجوع وخاصهم وما عندهمش السميد وما عندهمش هذه وما عندهمش الحليب اكسترا. اذا هنا نشوفوا هذا الارتيكل السميد والفارينه والخضر والفواكه مرميه في القمامه. داكور هادو لي زالجيريان يجات دو لا سومول دو لا فارين دي ليغوم des fruits comme on voit هنا في l'image. Donc هذا c'est un article نتاع لو جورنال الشروق لو ميديا بار لوكال ليبيزود هذا خرج للوجود نتاع الدميه نتاع ميميسيس. داكور هذا فقط ريبونس بور المراركه اللي يقولوا ان الجزائريين ما عندهم والو. اذا حنا السميد والفارينه والخضر والفواكه وحتى الحليب والحليب اللي كيد ما يبانش ربما راه مقيوس في القمامه في لي زوردور. داكور دونك يعني ça démontre que les Algériens ils sont largement pourvus بهاد les denrées alimentaires. اش بين مالك باغي ياكل بنان؟ بلي هادي بزاف ماكله، هادي 30 عام ماكلش بنانه سي مصطفى. بالي خاصو بنانه، طيح البنانه بنانه شابه. اي 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 اي
هذا مغربي، هذا مغربي، هذا هو المغربي يسميوه لاشين يسميوه السلطعون المغربي. هذا مغربي يسكن في الدنمارك. هذا عنده لي فيديو، يعني ستان اوبوزون معارض للحكم العلوي، يسميوه مصطفى.